أهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. فاكريني طبعا، أكيد رجعت لكم تاني يا حبايبي، وهكون معاكم هنا على قنوات فيلم في ثواني. حابين بس نعرفكم إن كل الفيديوهات اللي كنتوا بتحبوها للأسف اتمسحت، لكن مع بعض هنعمل فيديوهات أحلى وأحلى بكتير. أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايكات كتير قوي وشير كتير كمان علشان نقدر نكمل، ولو عاوزين نكمل معاكم بجد محتاجين دعمكم ده الفترة اللي جاية. وأسفة لو طولت عليكم، يلا بينا بقى نبدأ المسلسل. بيبدأ مسلسلنا بفلاش باك من 7 سنين، وبنشوف باي وبتدخل عليه تشينج في أوضة ضلمة، وتشينج بتقول لباي إن هي نفذت الشرط واعتذرت لابن عمه ودلوقتي ممكن يرتبطوا، وباي بيقول لها إحنا دلوقتي مرتبطين وهو حبيبها، وبيقاطع كلامها وبيقرب منها. وبينتهي الفلاش باك وتشينج بتبقى قاعدة في مستشفى مع بنتها ني، وبنشوف الممرضة وهي بتنده على أم ني، بس بتكون تشينج سرحانة وبتفوق على صوت ني وهي بتنده لها، وبيدخلوا للدكتور وبنعرف إن الدكتور هو باي، وبتكون تشينج متفاجئة وبتطلع الكمامة تلبسها بسرعة قبل ما يشوفها علشان ما يتعرفش عليها، وفعلا ما عرفهاش. وبنشوف باي وهو بيكشف على ني، وبتقول الممرضة بصوت عالي إن باي وني شبه بعض، وبتتوتر تشينج. وبعد ما بيخلص باي الكشف وبيقول لتشينج على التعليمات اللي المفروض تمشي عليها ني، وبيسمع صوت تشينج بيجيله فلاش باك باللي حصل مع تشينج قبل كده، وشك إن هي أم ني، بس رجعت ردت تاني علشان اللي واقفة قدامه دي رفيعة، وتشينج اللي هو يعرفها كانت تخينة جدا بسبب مرضها. وبتخرج تشينج وني من المستشفى وبتعيط تشينج وبيجي لها فلاش باك، وباي قاعد مع اصحابه وبيفتح علبه صغيره فيها قلم، واصحابه بيتريقوا عليه وبيجيبوا سيره تشينج وهي كانت جايه له، وبتسمعهم وهم بيتريقوا عليها، وهو بيقول لهم ان علاقته تسليه مش اكتر، وانه هيسافر الشهر الجاي. وبينتهي الفلاش باك وبنشوف ني بتسال تشينج ان الدكتور اللي كانت لسه عنده ده ابوها علشان شبه الصوره اللي موجود في محفظتها، فتشينج بتقول لها انه مش ابوها، وان ابوها سافر في حته بعيده ومش هيرجع. وبنشوف باي وهو بيطلع القلم من علبته اللي كانت تشينج جايباها له هديه، وبيحصل فلاش باك وهو في بيتهم، وفجاه بيجيله صندوق فيه هدايا ومعاه نوت من تشينج ان دي الهدايا اللي هو جابها لها الفتره اللي قعدوا فيها مع بعض، واختفت مره واحده وما عرفش يتواصل معاها. وبينتهي الفلاش باك وبيتصل بيه زميل باي في الدراسه ايام المدرسه، وبيقول له انهم هيعملوا حفله لم الشمل والكل هيحضر، وناقص بس هو وتشينج، وهيحاول يوصل لها ويقنعها تحضر. وبتنتهي المكالمه وبنشوف تشينج في احتفال تبع الشركه اللي شغاله فيها، والمدير بيشكر فيها وفي شغلها، وبتكون لين قاعده برضه وبتنتقد طريقه تصميم تشينج. وبتيجي مكالمه لتشينج من زميلتها ايام المدرسه وبتقول لها على الحفله، وان زمايلهم كلهم بينشروا ان هي ماتت، وبتحاول زميلتها تقنعها تروح تفاجئهم ان هي خست وبقت اجمل، وبيشوفوا باي هيقدر يتعرف عليها ولا لا. وبيجي وقت الحفله وبيكون باي قاعد مستني تشينج، وكل ما حد يدخل من الباب يبص عليه ويشوف اللي داخل تشينج ولا لا. وبنشوف 3 بنات قاعدين وبيحاولوا يتعرفوا على باي، بس هو بيصدهم في الكلام، وبعدين بيفتكروا تشينج وبيتريقوا عليها، فبيتضايق باي وبيطلع سيجاره ولسه هيتخانق معاهم. فبنت من الموجودين بتقول ان هي شاكه ان تشينج ماتت، فبيتشتت باي. وبنت تانية من الموجودين بتقول ان شافتها من 6 سنين في المستشفى وبطنها منفوخه. وبنشوف باي وهو متضايق جدا وبيستأذن الموجودين وبيخرج من الحفله، وهو ماشي سرحان بيخبط في تشينج اللي كانت بتعمل حاجه في شنطتها وكانت هتقع، بس بيمسكها باي بس ما بيكونش مركز فما بيعرفهاش، وبيتأسف لها انه خبطها وبيسيبها وبيمشي. وبتدخل تشينج الحفله وبيروح باي بيته وبيشوف امه وبتحاول تقنعه يتجوز علشان وصل سن 30 وكل اللي في سنه اتجوزوا وخلفوا، بس بيسيبها وبيدخل اوضته وبيفكر في الكلام اللي زمايله قالوه في الحفله، وبيدور على تشينج على مواقع التواصل. وبنشوف تشينج وهي بتنيم ني وبيجي لها رساله ان في شخص بيبحث عنها، وبتعرف ان باي هو اللي بيدور. وبنشوف تشينج وني تاني يوم وهما بيتمشوا في الحديقه، وبتكون تشينج سرحانه في الرساله اللي جات لها بالليل، ولما بتفوق تشينج ما بتلاقيش ني جنبها فبتتخض وبتدور عليها، وبتكون ني شافت كلب فبتجري تلعبه وبيجري منها وهي بتجري وراه، وبيعدوا الطريق جري. وبيكون باي جاي بالعربيه وبيقف على اخر لحظه قبل ما يخبطهم، وبينزل من العربيه يطمن عليهم، وبتشوفهم تشينج من بعيد وبتروح لهم جري تطمن على ني. وبيصمم باي ياخد ني المستشفى ويطمن ان هي كويسه، وبياخدهم بعربيته وبيروحوا المستشفى. والدكتور اللي بيكشف عليها بيقول لباي ان معقول ان دي مش بنته علشان شبهه جدا، فبتتوتر تشينج
وباي بيلاحظ فبيسألها بعد ما بيخرجوا هما يعرفوا بعض من قبل كده، بس هي بتقوله لا، فبيتوه الموضوع وبيديها الكارت بتاعه علشان لو ني تعبت او حاجه، فبتشكره تشينج وبتسيبه وتمشي. وبتروح تشينج مع ني بيتهم وبتفتكر ني ان هما نسيوا الكلب مع باي وان هي عاوزاه، فبتضطر تشينج تتصل بباي وتطلب منه تاخد الكلب، فبيقول لها انه مش هيبقى موجود غير بعد اسبوع، فممكن وقتها تروح له المستشفى وتاخده منه. وبيكون باي في بيته وبيشتغل وبيدي الكلب لاخته جينج تهتم بيه، وبتعرف منه ان ده كلب بنت صغيره مريضه عنده، وبيتكلموا مع بعض وبتنصحه ان مدام لسه راجع من السفر ولسه بيحب تشينج يدور عليها. فبيقعد باي يفكر شويه وبيتصل بشخص وبيطلب منه يساعده يلاقي تشينج. وبنشوف تشينج وهي في شغلها وبيجي لها رساله من زوجها ليه انه هيجي الصين كمان شهر، وبيجي لها فلاش باك وليه بيعترف لها انه اتجوزها بس علشان يرضي ابوه وانه مش مرتاح وعاوز يطلق، وهي بتوافق وبتمضي على ورق الطلاق. وبينتهي الفلاش باك وبتكون لين زميله تشينج في الشغل تعبانه وبتطلب منها تودي حاجات لصديقها وبتبعت لها عنوانه، وبتوافق تشينج. ولما بتوصل للعنوان بتلاقي عياده ومكتوب على الباب الدكتور باي، وبتخبط وبتدخل وتشينج بتكلم باي اللي شاف ياو، وبنعرف ان دي بنت مدير المستشفى وبتحب باي بس هو ما بيحبهاش، فبيمثل انه بيبوس تشينج وبتدخل عليهم ياو وبتتخانق معاه ان هو بيرفضها بسبب البنت اللي معاه دي، وهو بيقول لها وبتتعصب وبتخرج. وبنلاقي باي وهو بيتاسف لتشينج انه قرب منها وبيسالها هما فعلا اتقابلوا قبل كده ولا لا، وهي بتقول له لا، وبتعرفه ان هي متجوزه وعندها بنت وما ينفعش يسالها نفس السؤال ولا يقرب منها تاني، وبتسيبه وبتخرج. وبيفضل باي قاعد محتار هو ليه حاسس بحاجه غريبه ناحيتها، وبيخرج وراها وبيقول لها لو محتاجه الكلب تروح معاه وتاخده. وبنشوف باي وتشينج في بيت باي وبتشوف كلب ضخم وبيجي لها فلاش باك وهي بتتمشى مع باي وبيشوفوا كلب سامويت صغير في الشارع لوحده، وبتحاول تقنع باي انه ياخده بس هو بيرفض. وبينتهي الفلاش باك وبتقرب تشينج من الكلب وبتلعبه، وبيكون باي واقف مستغرب ازاي الكلب طيب كده وهو ما بيبقاش طيب مع اي حد، وبيسالها انت مين، فبتقول له الاسم المعروفه بيه بين صحابها وهو ني، فبيفضل مستغرب وبيقول لها انه هيدخل يجيب لها الكلب الصغير بتاع بنتها. وبتشوف تشينج الدبدوب اللي كان باي جايبه لها وهي رجعته له لما انفصلوا، فبتستغرب ان ليه لسه محتفظ بيه. وبيخرج باي وبيدي الكلب الصغير لتشينج وبتشكره وتمشي. وبيتصل باي بالشخص اللي طلب منه يساعده يلاقي تشينج، فبيقول له انه بعت له معلومات مهمه عنها وعن حياتها ومكانها. وبعدها تشينج بتعرف ان باي بعت شخص علشان يعرف عنها معلومات شخصيه. وبتدخل تشينج الاسانسير ولسه الباب بيقفل بيجي لها باي وبيخلي الباب مفتوح. في الاول بتتخض تشينج بس بتهدى شويه لما بتلاقيه بيديها اكل للكلب هو كان اشتراه ليه، فبتشكره وبتنزل بالاسانسير. وبنشوف باي وهو سكران وحزين علشان عارف ان تشينج كانت حامل من قبل ما ينفصلوا وما قالتلوش. وبعدين بتروح باي وبتهتم بني وبتنيمها وبتتصل بيها نينج وبتقول لها ان باي وصل لملف المستشفى وعرف ان هي كان عندها نزيف وحامل في توأم، بس الدكاتره قدروا ينقذوا واحد بس. وحاولت تقنعها ان باي بيدور عليها، معنى كده انه لسه بيحبها، بس هي بترفض وبتقول لها انه مرتبط. وبنشوف تاني يوم ني قاعده جنب جدتها تعبانه وبتدخل عليهم تشينج وبتتخض عليها وكانت هتوديها المستشفى، بس بيدخل عليهم باي وبيقول لتشينج ان ني هي اللي اتصلت بيه علشان يجي. وبيكشف باي على جدة ني وبيقول لهم ان لازم تروح تاني يوم المستشفى وتعمل اشعه. وبتخرج تشينج مع باي توصله لحد الباب وبتتاسف له انهم ضيعوا وقته، فبيقول لها ان فعلا كان هيتعشى مع شخص والوقت عدى، وبيطلب منها تعزمه على نودلز. وبتروح تشينج وباي لاقرب محل نودلز وهي بتطلب طلبهم اللي كانوا بيطلبوه في المدرسه، فبيستغرب باي وبيسالها هي منين وكانت في اي مدرسه، وبتكذب عليه. وبعدين بتدخل تغسل ايديها وهو بيتصل بشخص وبيطلب منه يساعده ويدور على الاسم اللي قالته له تشينج، وبيعرف ان مفيش حد بالاسم ده. وبعدها بنلاقي تشينج قاعده مع اصحابها في مطعم وبيكون قاعد قدامها باي مع لين، وبيفضل كل شويه يبص على تشينج لحد ما بتتوتر وبتستأذن من الموجودين وبتخرج وهو بيخرج وراها، وبيعتذر لها عن سوء الفهم اللي حصل بينهم لو هي اتضايقت. وبيتوه باي في الكلام وبيسأل تشينج عن حماتها وبيقول لها ان هي ما راحتش الاستشاره اللي محددها لها، فبتقوله ان حماتها راحت للدكتور شو اللي كانت متابعه معاه لما تعبت قبل كده، وبتستأذن منه وبتمشي. وبعدين بتخرج واحده من صحاب تشينج بالروج بتاعها اللي نسيته، بس بتكون تشينج مشيت، فبياخد باي الروج وبيخليه معاه وبيروح بيته. وبعدين بنشوف باي وهو بيكلم امه في التليفون وبنفهم ان امه هي اللي مرتبه مقابلته مع لين علشان يتجوزوا، وبتقوله انها زهقت منه ويختار هو اي واحده يتجوزها، اهم حاجه يجيب لها احفاد. وبعدين بيمسك باي القلم الهديه من تشينج وبيجيله فلاش باك وهم في مكتبه المدرسه وبيعترف لها بحبه. وبعدين بينام وبيحلم بنفس الموقف، بس فجاه بتتحول تشينج ايام المدرسه لتشينج اللي هو شافها وما يعرفش ان هم شخص واحد، وبيصحى مفزوع. وبنشوف باي وهو بيكلم نفسه
نفسه، وبيستغرب من الحلم ده وازاي هما نفس الشخص، وهي قايله له ان اسمها لي وو، وليه هو بيحس بمشاعر ناحيتها وبيحس انه يعرفها من قبل كده. وبيفوق نفسه ان دي واحده متجوزه وعندها طفله. وبعدين بنشوف باي تاني يوم وهو عنده دكتوره نفسيه وبيخليها توصف له حبه الاولاني وبيحكي لها كل حاجه عن ماضيه. فبيسال الدكتوره هو ليه بيفكر فيها بعد السنين دي، وبتقول له الدكتوره السبب هو بساطه البنت دي، فهو مش قادر ينساها بسهوله. وبتبين الدكتوره لباي حقيقه مشاعره وندمه علشان خسر حبه الاول. وبتخلص الجلسه وبعدين بيركب باي عربيته وهو بيفكر في كلام الدكتوره. وبيجي له مكالمه من مدرسه ابن اخته زيمو ان عمل مشكله ولازم حد يجي المدرسه، فبيغير طريقه لطريق المدرسه. وبيوصل باي المدرسه وبيعرف ان زيمو عامل مشكله مع ني، وبيلاقي تشينج موجوده وبيخلي زيمو يعتذر من ني وبيتصالحوا. وبتستأذن تشينج من مديره المدرسه بما ان المشكله اتحلت تاخد ني وتمشي. وبعدين بيلحق باي تشينج قبل ما تخرج وبيطلب منها يتغدوا كلهم سوا علشان ده وقت غدا. فبترفض في الاول بس ني وزيمو بيشبطوا، فبتضطر تشينج توافق وبيروحوا كلهم محل البيتزا. وبيفضل باي مركز مع تشينج في ملامحها وطريقه ضحكتها وبيقارن بينها وبين تشينج اللي يعرفها في المدرسه لحد ما بيخلصوا اكل وبيخرجوا من المطعم. وبتشكر تشينج باي وبتمشي هي وني. وفجاه بتدوخ تشينج وبيروح لها باي وبنعرف ان سكرها واطي، فبيشيلها باي وبيوصلها للعربيه وبيديها شوكولاته علشان تظبط مستوى السكر. وبيجي فلاش باك لباي وهم في المدرسه وكان مستني تشينج علشان يديها شوكولاته تخليها معاها علشان سكرها بيوطى مره واحده. وبيخلص الفلاش باك وبيوصل باي تشينج وهم في الطريق كانت تشينج بتضحك مع ني وزيمو خد اسم الاكاونت بتاعها. وبعدين بنشوف تشينج وهي راجعه من شغلها بالليل وبتركب تاكسي وبيكون السواق شكله يخوف وبيبتدي يرخم عليها ويعاكسها وبيقفل لوك العربيه. وبتخاف تشينج وبتتصل بباي وبتكلمه على اساس انه جوزها. واول ما بتكلمه بتقوله يا جوزي بيفهم ان في حاجه غلط وبتقوله الطريق اللي التاكسي ماشي فيه وبيقول لها انه هيروح لها. وبعدين بيوصل باي لتشينج وبيساعدها وبيروحوا ياكلوا مع بعض وبيسالها لو علاقتها بجوزها مش احسن حاجه او ليه اتصلت بيه هو وما اتصلتش بجوزها. فبتتوتر تشينج وبتقوله انها اتصلت بيه بالغلط وبتشكره ان جالها وساعدها. وبعدين بيوصلها لبيتها وبيكلم باي شخص مجهول وبيقوله يدور ويعرف مين سواق التاكسي ده ويسجنه في اسرع وقت. وبعدين بنشوف تشينج وني في معرض للروبوتات الصغيره وبيبعت زيمو لتشينج بيسالها هم وصلوا لفين وان باي قرب يجيله وياخده. وبيوصل باي وزيمو وبيشوفوا تشينج وني في المعرض وبيلفوا فيه مع بعض وبيتفرجوا على المعروضات. وبعدين بيتصوروا زيمو وني مع تشينج وبعدين زيمو بيصور باي مع تشينج وني. وبيجي فلاش باك لتشينج وهم في المدرسه وباي مرضيش يتصور معاها وبيقول لها ان هو ما بيحبش يتصور وبينتهي الفلاش باك. وبعدين بتاخد تشينج ني وبيروحوا في حته وبياخد باي زيمو وبيروحوا حته تانية وبيجوا يشتروا ايس كريم. فبيعرف باي من زيمو ان تشينج وني عندهم حساسيه من الفول السوداني فبيستغرب. وبيجي فلاش باك لباي في ايام المدرسه لما كان بيخرج مع تشينج وكان عاجبها كيكه بس بالفول السوداني وما عرفتش تجيبها علشان الحساسيه وكانت زعلانه. وبيخلي باي زيمو يقعد في الاستراحه وبيروح يدور على تشينج في المعرض كله وهو بيفتكر كل الاوقات اللي حس فيها انه يعرفها من قبل كده ولما شاف حد شبهها وما قالهاش. وبيبدا بقى يفوق لنفسه وانه بقى مش طبيعي اخر فتره. وبعدين بيروح باي ياخد زيمو وبيجيب له لعبه وبيلاقي تشينج وني رايحين عند نفس الراجل بس زيمو بطنه بتوجعه فبيستأذن باي منهم وبيشيله علشان يروحوا. وبيفتكر زيمو عيد ميلاده اللي بعد كام يوم وبيعزم تشينج وني عليه وبيروحوا بيتهم. وبعد كام يوم بيجي عيد ميلاد زيمو وبنشوف تشينج وني وهم داخلين العيد ميلاد وبيشوفهم زيمو بيروح يسلم عليهم وبيبقى فرحان ان هم جم. وبعدين بتوقع الجرسونه العصير على هدوم تشينج فبتطلب اخت باي اللي اسمها جينج من تشينج تدخل الحمام وبتخلي العامله تجيب لها من هدومها حاجه تغيرها. وبعدين بتشوف ام باي ني من بعيد وبتستغرب هي ازاي شبه باي كده وبتروح تكلمها وتعرف هي مين ومين اهلها وبتاخدها وبتاخد منها شعرايه من غير ما تحس علشان تعمل تحليل DNA. وبنشوف تشينج بعد ما لبست حاجه تانية بس بيكون الفستان قصير جدا وبتتكسف تخرج بيه. ولما بيشوفها باي بيقول لها ان لا مش هتخرج كده قدام الناس وبياخدها معاه لاوضته. وبتشوف تشينج اللعبه اللي كان باي مديها لها في المدرسه وهي رجعتها له لما انفصلوا. وبيدي باي تشينج فستان طويل ورقيق اشتراه علشانها وبتقول له تشينج ان هي حولت له فلوس الفستان بس هو بيتضايق انها خدت الموضوع بحساسيه قوي كده. وجاله فلاش باك لما نام مع تشينج ايام المدرسه في الفندق وهي سابت له نص فلوس حجز الاوضه. وبينتهي الفلاش باك وبنشوف لين موجوده في العيد ميلاد وبتوقع كيكه على فستانها وبتزعق لني ان هي اللي وقعت عليها الكيكه وبتزق ني وبتوقعها على الارض. فبتسمع تشينج عياط ني وبتروح لها بسرعه وبتقول ني ان هي ما عملتش حاجه وان لين هي اللي وقعت الكيكه على نفسها بس محدش بيصدقها. وبتشتم لين ني بس
بس بيجي باي وبيدافع عنها قدام الموجودين، وبعدين بتيجي ام باي هي كمان وبتدافع عن ني، وبعدين بيحاولوا يرضوها علشان عيطت. وبيخرجوا تشينج وني من العيد ميلاد وما بيلاقوش تاكسي، فبيخرج لهم باي وبيوصلهم بعربيته، لكن العربيه بتعطل بيهم في نص الطريق وبيكون الدنيا مطر. فبيقول باي لتشينج ان عنده شقه قريبه ممكن يقعدوا فيها لحد ما المطر يقف ويصلح عربيته. وكده كده ني بتكون نايمه، وبيشيل باي ني وبيوصلوا لشقته وبينيمها، وبيطلب من تشينج تغير هدومها علشان مبلوله، وبيقول لها ان مفيش شامبوهات او كده حريمي في الحمام، كل اللي موجود للرجاله بس ممكن تستخدمهم براحتها لو عاوزه، وان مفيش حد بيجي شقته دي غير جينج. وبعدين بنشوف تشينج بعد ما غيرت هدومها وبتلاحظ ان الوقت اتاخر ولسه المطر ما وقفش، وبتخرج في الصاله وبتشوف باي نايم والغطا بيقع من عليه، فبتقرب منه وبتغطيه، وبيصحى وبيقرب منها وبيبوسها، وبيفتكر تشينج ايام المدرسه وبتبعد عنه بسرعه وبتدخل الاوضه اللي نايمه فيها ني. وبنشوف تاني يوم الصبح وتشينج بتسرح لني شعرها وبتقول لها ان الدنيا مطرت جامد بالليل وباي خدهم عنده ولازم يشكروه علشان ساعدهم. فبتخرج ني بسرعه وبتشكر باي وبتبوسه من خده. فبتستغرب تشينج ان ني اول مره بتقرب من شخص غريب عنها كده وبتحبه كده. وبعدين بتشوف ني الكلب بتاع باي وبيقول لها ان عنده 7 سنين وكان لاقيه عنده 3 شهور. وبتفتكر تشينج ان ده الكلب نفسه اللي لاقوه في ايام المدرسه لما كانوا بيتمشوا، وكانت عاوزه تاخده تربيه وباي رفض وقتها. وبتاخد تشينج ني وبتخرج وبتروح لدكتور القلب اللي اسمه دونج يكشف على ني عشان عندها عيب خلقي من الولاده ومحتاجه تعمل عمليه. والدكتور بيعرفها ان دكتور باي وراه نفس التحاليل دي من فتره وطلب منه يعمل العمليه دي علشان هو اكبر دكتور قلب موجود في البلد. وبتشكر تشينج دكتور دونج انه وافق يعمل العمليه، وبتفهم اهتمام باي بني وبتقرر انها تسيب البلد وتسافر بعد عمليه ني. وبعدين بنشوف باي وهو قاعد في حفله وبيشرب، وبتجيله لين وبتتاسف له على اللي حصل في عيد ميلاد زيمو، وبتحاول تقرب منه بس بيصدها. وبيجي شخص صاحب باي في المدرسه اسمه موزي، فبيساله باي لو يعرف بنت من ايام المدرسه كانت معاه في الفصل اسمها ليوو، فبيقول له وكانت صاحبته متصورين مع بعض ولسه هيوريه الصور. فبيتضايق باي وبيشرب اكتر. وبنشوف ام باي قاعده في بيتها وبتجيلها جينج ومعاها نتيجه الدي ان اي، بس ابو باي بياخده منهم وبيقطع النتيجه قبل ما يشوفوها وبيعرفهم ان ليها اب وام واللي بيعملوه ده ملوش لازمه. وبعدين بنشوف باي في بيته وبيتخيل تشينج حواليه بينام. وتاني يوم بنشوف تشينج وني بعد المدرسه وبتكون جينج جايه تاخد زيمو وبيتقابلوا وبيقرروا يتغدوا مع بعض كلهم. فبيبعت زيمو لباي انه هيتغدى مع حبيبته تشينج واكيد هتحبه وهو مش هيقدر يفرقهم عن بعض. وبيكون باي خلص شغله وبيروح لهم وبيتغدى معاهم. وبتفهم جينج ان اخوها بيحب امه ومتجوزه وجوزها موجود، وبتخاف لامها وابوها يعرفوا. وبيخرجوا وبيروح باي يوصل تشينج وني لبيتهم وبيدخل معاهم، بس بيفتكر كلام جينج ان اللي بيعمله ده غلط وبيسيبهم وبيخرج. وبنشوف باي وهو في حفله وبيشرب تاني وبيعترف قدام صاحبه انه بيحب واحده متجوزه وعندها بنت ولسه ما اتطلقتش. وبيسيبهم وبيروح لبيت تشينج وبيقرب منها، بس جوزها بيتصل بيها فبتبعده عنها بالعافيه وبترد على جوزها وبتخرج تشوف حماتها ما بتردش ليه. وهو بيخرج وبيروح بيته. وتاني يوم بنلاقي باي بياخد ني بعد المدرسه وبيفسحها وبيجيب لها لعبه هديه، وبيجي لها فستان جديد علشان عيد ميلادها قرب، وبياخدها يغديها وبيجيب لها تورته وبيحتفل بيها وبيروحها اخر اليوم لبيتها. ووقتها باي بيشوف راجل في بيت تشينج واسمه شياو وانج، فبيغير عليها وما يعرفش ان ده ابن عمها ويعتبر اخوها. وبيقرب باي من تشينج وبيقول لها انه ممكن يبقى معاها بدل جوزها، بس هي بتصده وبتبعده عنها. وبيخرج باي وبتقعد تشينج تفكر في اللي حصل وازاي يطلب منها حاجه زي كده لحد ما بتنام جنب ني. وتاني يوم بنلاقي تشينج وني بيتكلموا سوا، وبتشوف تشينج التاج اللي اداه باي لني هديه وبتبحث عن سعره بتلاقيه غالي جدا. فبتكلم تشينج باي وبتقول له ان الهديه دي غاليه جدا ومش هتقبلها. وبتقول تشينج لني ان لازم يرجعوا الهديه دي لباي علشان غاليه، وبتقرر تبعتها له في البريد. وبتكلم حد يجي يستلم الطرد ويوصله لباي. وبعدين بيروح باي حفله مع اصحابه وبيفضل يشرب فيها علشان متضايق ان تشينج رجعت الهديه وبتتصرف نفس تصرفات تشينج اللي يعرفها من المدرسه. وبنشوف صاحب باي وهو بيقول له ان كان بيسال على ليو وهي موجوده معاهم في المكان، فقام بسرعه يشوفها وقالوا له انها في الحمام وممكن يستنى شويه هتيجي. وبيسمع باي 2 من الموجودين كانوا معاه في المدرسه بيتنمروا على تشينج، فبيتخانق معاهم وبيضربهم الاثنين وبيمسكوه صحابه وبيبعدوه بالعافيه وبيخرجوه بره. وفجاه بيسمع بنتين وراه وواحده بتكلم الثانيه وبتقول لها ليو، بس من كتر عصبيته ما بيبصش وراه. وبيروح باي بيته وبينام، بس بيحلم بتشينج تاني بيصحى مفزوع وبيتضايق انه بيفكر في شخصين في نفس الوقت، بس طبعا لسه ما يعرفش ان الاثنين نفس الشخص. وبيرجع ينام تاني. وتاني يوم تشينج وني وشياو بيروحوا يتغدوا مع بعض، وبيشوفهم باي وبيحس بالغيره فبيدخل يقعد معاهم لحد ما بيخلصوا. وشياو بيمشي وبيحاول باي يرخم
على تشينج، فبتاخد ني وبتمشي. وبعد كده بنشوف تشينج في شغلها وزمايلها في الشغل بيشكروا في شغلها وبيقولوا لها ان لين مش احسن حاجه علشان علاقتها ما كملتش مع باي. وفجاه بيعرفوا ان في حادثه حصلت في اتوبيس مدرسه ني، وبيجي اتصال لتشينج من المستشفى ان ني عندهم في العنايه المركزه. وبتخرج تشينج بسرعه من شغلها وتروح المستشفى، وبيكون باي موجود وبيطمنها شويه، وبتعرف انه دفع مصاريف المستشفى ومش عاوز يقول لها دفع كام. وبيقول لها ان ازاي جوزها مش موجود وما سالش عن ني ولا عنها، والاحسن ان هي تتطلق منه. وبتفوق ني وبتكلمهم وبيطمنها باي ان رجلها هتبقى كويسه في اقرب وقت. وبعد كذا يوم تشينج بتجهز ني علشان تخرج من المستشفى، وبيقول لها ان باي بيجي لها كل يوم وبيجيب لها اكل وبيلعب معاها. وبيجي لهم باي وبيقول لهم انه هيوصلهم للبيت وبيشيل ني. وبيوصلوا البيت وبيدخل باي ني اوضتها، وبتطلب منه تشينج يستنى. وبتدخل اوضتها وبتجيب فلوس من الدرج، ووقتها بتلاقي صوره تشينج وباي وهم في المدرسه مع بعض، فبتخبيها بسرعه قبل ما يدخل عليها الاوضه. وبيقرب باي من تشينج وبيقول لها ان هو مش عاوز فلوس، هو عاوزها هي. وفجاه بيبعد عنها علشان ما يأذيهاش وسابها وخرج. وام باي بتعرف ان ني خرجت من المستشفى، فبتصمم تروح تزورها في البيت. وبنشوف باي وامه زيمو في بيت تشينج، وبتعرف ان حماتها ساكنه في الشقه اللي تحتها وبتساعدها في تربيه ني. وبيستأذنوا وبيمشوا، بس باي بيفضل قاعد مع ني. وبعد ما بتنام ني بيقرب باي من تشينج. وبعدها بنلاقي تشينج وهي خارجه من شغلها تاني يوم، وبيجي لها باي بالعربيه وبيروحوا يتعشوا مع بعض. وبتيجي صاحبتهم من المدرسه تسلم عليهم، وبيجي مكالمه لباي وبيقوم يرد عليها بعيد. وبيجي لتشينج لي وول حقيقيه، فبتتوتر وبتقول لباي ان هي تعبانه وهتروح. فبيخرجوا من المكان، وبتطلب تشينج من باي انه يطلب من الدكتور دونج يعمل العمليه ليه قبل الميعاد المحدد، وبيوافق. وبنشوف تشينج في بيتها تاني يوم بعد ما جهزت الفطار، وبتنده على ني ما بتردش عليها. فبتروح تشوفها وبتكون تعبت واغمى عليها، وبتوديها المستشفى. وبتعرف ان تعب قلبها زاد ولازم جراحه في اسرع وقت. وبتتصل تشينج بباي علشان تقول له، بس بتلاقيه داخل عليهم مخضوض بعد ما بيعرف من المستشفى. وبيطمنها وبيقول لها ان هو اللي هيعمل لني العمليه لحد ما الدكتور دونج يخلص العمليه اللي بيعملها. وبالفعل بيعملوا لها العمليه وبتنجح، وبتخف ني وبيطمن عليها باي. وبيطمنها ان بعد ما تخرج من المستشفى هتبقى كويسه وطفله عاديه وصحتها تمام. وبعدين بتخرج ني من المستشفى بعد اسبوع، وبتوصل بيتها وبتسال ني تشينج هو باي هيجي يتعشى معاهم ولا لا. فبتتهرب منها تشينج، فني بتقول لها ان هي عرفت ان عيد ميلاد باي اخر الشهر وهي عاوزه تحضر له هديه حلوه. وبنشوف صاحب باي اللي اسمه داي وهو بيوصله لبيت تشينج علشان ما بيبقاش في وعيه. وداي بيقول لها ان هو اللي طلب منه يوصله عندها، وبيفضل يهلوس باسمها لحد ما بينام. وبيصحى باي تاني يوم بيلاقي نفسه على الكنبه وتشينج بتجهز له فطار. وبعدين بياكله وبتحاول تستعبط عليه، وبتساله مين تشينج اللي كان بيقول اسمها دي، وقالت له الكلام اللي كان بيتقال عليها في المدرسه. وحاولت تضغط عليه علشان يعترف ان هو كان بيحبها ولسه بيحبها، بس بيتعصب وبيقول لها حاجه وما تخصكيش ما تتكلميش فيها، وبيسيبها وبيمشي. وبنشوف باي وهو في بيته وبيفتح النت وبيتاكد من الكلام السلبي اللي كان بيتقال على تشينج، وبيتصل بحد يعرفه وبيطلب منه يمسح الاخبار اللي تخص تشينج فورا. وبعدين بيخرج باي وبيستنى علشان يشوف تشينج اللي ما بتردش على رسايله، وبيتفاجئ ان جوزها تشين رجع من السفر، بس بيتجاهلوه وهو واقف. وبنعرف ان جواز تشينج وتشين مجرد مصلحه واتفاق بينهم بس. وبيتصل باي بتشينج وبيقول لها تخرج تكلمه والا هيدخل لها هو. فبتتوتر وبتخرج له هي، وبيركبها العربيه وبيحاول يقرب منها علشان غيران ان جوزها رجع، بس هي بتبعده عنها وبتسيبه وبتدخل البيت. وبنعرف ان تشينج قدمت استقالتها علشان بتفكر تسيب البلد وتسافر بعد ما ني تكمل علاجها. وبتحتفل مع اصحابها في الشغل على نجاحهم اللي حققوه الفتره اللي فاتت مع بعض. وبيوصل باي مكان حفله تشينج وبيقول لها تخرج له، وبياخدها بعيد عن زمايلها. وبيحاول يقرب منها بس بتشم ريحه غريبه، وبتفكر ان هو كان مع واحده تانية، بس بيوريها الازازه اللي رش منها. وبيقرب باي من تشين وبيعرف منها ان هي مش هتحمل تاني بعد ما ولدت ني، لان جالها نزيف وشالوا الرحم، فحتى لو اتجوزوا مش هتحمل. وبعدين بتقول له ان هي هتمشي، وبتطلب منه ما يدورش عليها، هو كده كده ما بيحبهاش، فيبعد عنها وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم بنلاقي تشينج وهي بتحضر شنطتها هي وني، وعمها بيتصل بيها وبيقول لها ان جدتها تعبانه وودوها المستشفى، وطلع عندها سرطان في الرئه. فبتتخض تشينج وبتروح لهم المستشفى بسرعه. وبنلاقي باي هو كمان في المستشفى، وبتيجي ليه وول حقيقيه تكشف عنده علشان تعبانه، وبتساله هو يعرفها ولا لا، وبيقول لها لا. وبيستوعب ان تشينج كذبت عليه، وبيخرج بسرعه وهو بيتصل بيها وهي ما بتردش، بس بيعرف من دكتور معاه ان هي موجوده في المستشفى وجدتها تعبانه. وبيروح باي بسرعه للاوضه اللي فيها جده تشينج، وبيلاقيها بتتخانق مع مرات عمها علشان مش عاوزه تدفع فلوس ويعالجوا جده تشينج. وبتشتم تشينج وبتضربها بالقلم، ولسه هترد لها عمتها الضربه مسك باي ايديها ودافع عن تشينج. وبياخد باي تشينج المكتبه وبيقول لها ان هو سمع كل حاجه وهي ليه كذبت عليه كل ده. وبنعرف ان هي كذبت علشان هو معرفهاش اول مره شافها فيها في المستشفى.
المستشفى، وبتقوله انها كانت هتسافر لولا تعب جدتها، وبتساله لو بيحبها ولا لا، وما بيرضاش يعترف بحبه ليها، فبتفكره مكسوف الناس تعرف ان هو بيحبها. وفجاه الممرضه بتيجي وهم بيتكلموا وبتقول لهم ان جده تشينج طلعت على السطح وعاوزه ترمي نفسها، فبيروحوا لها بسرعه وبيحاولوا ينزلوها، وفعلا بينقذوها وبيقنعوها تعمل العمليه. وبعد كده بيعرف باي الحقيقه وان تشينج كانت حامل منه وان ني بنته هو، وبتعترف تشينج لباي ان هي سمعته وهو بيقول ان علاقتهم تسليه، فقررت تبعد عنه علشان كده بس. وبعدين بيجي تشين المستشفى وبيوقفوا باي وبيطلب منه يطلق تشينج وهو هيدفع له اللي هو عاوزه، فبيعترف له تشين ان جوازه من تشينج على ورق بس، وكان لمصلحتهم الاثنين وهم اساسا متفقين على الطلاق. وبنشوف باي وهو بيعترف لتشينج ان هو بيحبها وما كانش يعرف ان سفره هيفرق بينهم، وانه عمره ما اتكسف من علاقتهم مع بعض قدام الناس، وبيعرفها انه محتفظ بالقلم بس علشان هديه منها، وبيطلب منها تديله فرصه يهتم بيها هي وني ويكون معاهم، بس هي بترفض وبتطلب منه يبعد عنهم وهي هتاخد ني وتسافر. وبعد شويه بتعمل جده تشينج العمليه وبتخف، وبيكونوا خلاص هيسافروا مع بعض هي وتشينج وني، بس بتجيلهم جينج وبتقول لتشينج ان باي فعلا بيحبها هي، وبتطلب منها تحاول تديله فرصه وتفكر تاني. وبتوصل لتشينج وجدتها وني المطار، وبيجي وراهم باي وبيحاول يقنع تشينج انها تدي علاقتهم اخر فرصه، بس هي بترفض وبتودعه وبتمشي. لكن بتيجي ام باي وبتديله تذكره على نفس رحله تشينج علشان يروح وراها ويحاول تاني انه يرجعها. وبكده يكون خلص مسلسلنا. سلام.